السلام عليكم. تفجر جدل واسع وتساؤلات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول مصير المساعدات الجزائرية التي وصلت لبلادهم بمناسبة شهر رمضان، وذلك بعد ظهور مواد غذائية جزائرية في الأسواق وسط شكوك حول سرقتها لبيعها قبل وصولها للمحتاجين. ومع بداية الشهر الفضيل قدمت الجزائر مساعدات إنسانية لموريتانيا وتمثلت في 96 طنا من المواد الغذائية أرسلها الهلال الأحمر الجزائري لفائدة مفوضية الأمن الغذائي. لكن يبدو أن هذه المساعدات وجدت طريقها للأسواق بدلا من أن تذهب لصالح الفقراء. وفي هذا السياق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا خلال الساعات القليلة الماضية صورا لبضائع وسلع مختلفة تحمل علم الجزائر وشعار الهلال الأحمر الجزائري. قالوا إنها نفس المساعدات الجزائرية والتي تسلمتها بلادهم، وأثار ذلك جدلا واسعا ودعوات لفتح تحقيق لمعرفة مصير المساعدات الجزائرية والتي كانت موجهة للفقراء، وما إذا تم التلاعب بها وسرقتها للمتاجرة بها وتحقيق الأرباح المادية على حساب مستحقها. وكتب الناشط أحمد دايا تدوينة قال فيها الناطق الرسمي أو طالب فيها الناطق الرسمي باسم الحكومة توضيح حقيقة بيع المساعدات والمقدمة من طرف الدولة الجزائرية للشعب الموريتاني في الأسواق من طرف التجار للرأي العام.